بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج محكمات. ونقف اليوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية من سورة القلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك يعظم ويجمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تتقاصر القامات والكلمات وتعجز المفردات في التعبير عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أننا مهما تكلمنا ومهما مدحه المادحون وتكلم فيه الشعراء والكتاب وتحدث عنه أهل النثر وتحدث عنه أهل العلم والتاريخ، يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى امتدحه من فوق 7 سماوات بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. نلاحظ هذه الآية ترد في سياق مهم جدا، وهو سياق نفي الأوصاف التي حرص المشركون أن يشوهوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوهوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتسم بالجنون أو يتسم بالسحر أو يتسم بالنقل عن غيره إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى أقسم بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وضع ميزان دقيق جدا، وهو نفي كل الصفات السالبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بكل ما هو جميل وكل ما هو محمود. واسمه محمد عليه الصلاة والسلام، واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هنا ميزان الحق الإلهي هو أن الله سبحانه وتعالى نفى عنه الجنون الذي وصف به من قبل المشركين. أراد هؤلاء أن يقولوا بأنك مجنون، وكل ذلك حتى يحاول أن يتنصلوا من المسؤولية التي ستلقى على عاتقهم إذا ما صحت رسالة رسول الله، إذا ما صحت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا بأن والله لا، هذا مسحور، هذا مجنون، هذا كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى نفى عنه ذلك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أنت على نعمة، أنت على كمال عقلي، على كمال في السلوك، على كمال في الخلق، على كمال في العقل، على كمال في ما كانوا يعرفونه عنك من الواقع. أنت الآن تعيش في كامل نعمة الله عليك، وأهمها نعمة العقل. أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه النعمة التي أولاك الله إليها وتريد أن تبلغهم إياها، لا يمكن أن تكون معها أنت مجنون، لا، أنت في قمة. وهذه شهادة الله سبحانه وتعالى المبرئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وصف ذميم يريد الآخر أن يلصقه به. ولكن الأجمل هو أن يصفه تبارك وتعالى بصفات الكمال والعظمة والجلال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات يصفه الله. وهذه شهادة إلى قيام الساعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لو أن الله قال: وإنك لعلى خلق، هذا الخلق خلق طيب، خلق جميل، خلق عظيم طبيعة الحال، ولكن نلاحظ أن شهادة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تهيئة الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يستقبل هذه الشهادة وهو في كامل العقل وكامل الطمأنينة، وهو أنها شهادة يسمعها أهل السماوات ويسمعها أهل الأرض، وترددها السماوات بأصدائها وهي يتنزل بها جبريل عليه السلام. شهادة من الله عز وجل، ما أجملها من شهادة، ما أعظمها من مقولة: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك يا رسول الله.
إذن هنا نلاحظ أن هذه المسألة يشهد فيها الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنك لعلى خلق عظيم. طيب، لماذا كلمة عظيم؟ لماذا كلمة عظيم؟ لأن الله تبارك وتعالى جمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره من الأنبياء. فالأنبياء كل منهم كما ذكرنا جاء بقيمة من القيم، بفضيلة من الفضائل، لكن الكمال والتمام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمال الإسلام وتمام الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الأخلاق وتمام الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالسابقين من الأنبياء، أمره بأن يقتدي بهم بعد أن ذكر مجموعة من الرسل مجموعة من الأنبياء. قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. لكن نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ما جمع الكمال في منظومة الأخلاق إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهنالك أخلاق متناثرة وأخلاق متراكمة متنامية مع كل رسول. مثلا من نوح عليه السلام جاءت قيمة، ومع إبراهيم جاءت قيمة، وهكذا. لكن تمام القيم وتمام الأخلاق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نلاحظ العظمة تتجلى هنا في أن الله جمع له ما تفرق في غيره من الرسالات، ما تفرق في غيره من الأنبياء، ما تفرق في غيره من الرسل. وبالتالي هنا تأتي جمال وكمال العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بكل ما هو جميل في الأخلاق. فإذا أردت الصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لسانا، وإذا أردت الشجاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس شجاعة، وإذا أردت الكرم فالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس كرما. لذلك كان الناس يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكانوا يشهدون له بالأمانة، وكانوا يطلقون عليه يسمونه بالصادق وبالأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد أعداؤه قبل أصدقائه شهدوا له عليه الصلاة والسلام بالصدق وبالأمانة، وشهدوا له بالشجاعة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون عندما يحمل وطيس وتشتد المعارك: فإن الشجاع منا للذي يحازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لن تجدوني بخيلا ولا جبانا، لن تجدوني بخيلا ولا جبانا. ولذلك سبحان الله شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعلها الله بهذا التمام وهذا الكمال؟ حتى يكون محل الاقتداء، وحتى يكون محل الائتساء، وحتى جميعنا يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتبس منه الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والوفاء بالعهود، ونقتبس منه كذلك حسن الجوار، ونقتبس منه كل ما يمكن أن يتعلق بعلاقاتنا الشخصية والجماعية وحتى العلاقات الدولية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الأخلاق وحسن الأخلاق مع أزواجه في بيته، وكان حسن الأخلاق مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان حسن الأخلاق مع خصومه وأعدائه، وكان حسن الأخلاق في حربه، وكان حسن الأخلاق في سلمه عليه الصلاة والسلام. ومع هذه المسيرة الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الممتدة ل23 سنة لن تجد أحدا يستطيع أن يجد في هذا الجدار العظيم، الجدار الذي يمكن أن تشكل فيه لوحة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن تجد من بين نسائه أو أصحابه أو خدمه أو من كانوا معه في جهاده عليه الصلاة والسلام وهجرته، أو الذين عاشروه حتى من غير المسلمين، من عاشروه في الفترة المكية ومن عاشروه في الفترات المدنية. لا تكاد تجد بأن هنالك من يقول أنه لاحظ خلقا ذميما وخلقا سيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قمة العظمة والكمال، قمة الجمال في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من عائشة، وجاء البعض ولعلهم ليسوا من الصحابة، جاءوا الجيل الثاني، قالوا: ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صفي لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما تقرؤون كتاب الله؟ قالوا: بلى نقرأ.
قال كان خلقه القرآن. فنحن إذن أمامنا الكتاب الذي هو عبارة عن منظومة نظرية متماسكة متكاملة تعبر عن العقائد والشعائر والمنهاج وتعبر عن الأخلاق في أطرها النظرية، وأمامنا شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشخصية التي إن أردت كل آية في كتاب الله أين أجدها؟ أين أجد تطبيقها؟ أين أجد تنزيلها؟ نقول لك تجد التنزيل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية التي وصفت بهذا الوصف تتجلى فيها عظمة الإسلام في عقائده، تتجلى فيها عظمة الإسلام في شرائعه، تتجلى فيها عظمة الإسلام في دعوته، تتجلى فيها عظمة الإسلام في سياسته، في دولته، في جهاده، في علاقاته مع الملوك إلى غير ذلك. إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.